الآن عرس شاب يمني أقامه هناك في بومرداس بسبب المشاكل الأمنية التي تعرفها اليمن خلال هذه الأيام، ما سمح لتلفزيون النهار بالتقرب ومعرفة التقاليد اليمنية. وتابع التفاصيل مع إبراهيم برقاشة. هي صور زفاف لشاب يمني ليست في عدن أو حضرموت، لكنها في بومرداس بالجزائر. شاب كانت خطوبته باليمن قبل أن تمزقه الحرب ليحط رحاله بالجزائر، فبدل أن يؤجل زفافه قرر أن يقيمه كما لو أنه في مسقط رأسه. هذا أول عرس درناه في الجزائر، ومحترمين لنا ومرحبين بكل سعة وبكل صدر، يعني موسوعة. والله الشعور لا يوصف ولا يقدر بثمن، ونحن نزف العريس خالد من اليمن في هذا البلد الطيب، البلد الرائع والأجمل من رائع. احنا جينا من اليمن ضيوف على الجمهورية الجزائرية، والبلاد ما شاء الله حلوة وطيبة وناسها طيبين جدا، ونشكرهم على حسن استقبالهم. من روائع مملكة سبأ وعبق حضرموت العطر منح لنا هذا العرس اليمني الفرصة للاطلاع عن قرب على تقاليد هذا البلد الشقيق. عندنا الكثير من التقاليد والعادات اليمنية العريقة، عادات يعني لها آلاف السنين طبعا، ونتوارثها يعني أجيال بعد أجيال. هذا شفتم اليوم الشباب لعبوا قليل من كثير من التقاليد اليمنية فيها، فلدينا لعبة البرع والرقص اللحجي والجنوبي والصنعاني. ونقول لهم وصلتم سهلا ونزلتم سهلا، واحنا مكاننا في ارضنا، ارض 1,500,000 الشهيد. ونقول للعريس مرة اخرى دام الله السرور وجمع بينكم على خير. شاءت الأقدار أن يقيم هذا العريس اليمني حفل زفافه بعيدا عن بلده الأصلي، ليجد بلده الثاني الجزائر محتضنة إياه بالكرم وحسن الاستقبال.